بتبدأ أحداث مسلسلنا في المحكمة، والمتهم بيتحاكم بقتل سيدة قدام طفلها، وبيكون عنده سجل متكرر من جرائم الاعتداء، لكن لأنه ندم على اللي عمله ولأنه كان بيتعالج قبل كده علاج نفسي، فالقاضي بيحكم عليه ب5 سنين بس. وابن الضحية بيزعل جدا من الحكم. بتمر السنين والمجرم بيكون خرج من السجن، وبيعتدي بالضرب على سواق أتوبيس لأنه بلغ عنه الشرطة قبل كده، وبيضربه جامد وبيقول للركاب لو فيكم راجل يبلغ الشرطة. بينزل وبيكون في شخص ملثم بيمشي وراه، ولما بياخد باله بيهاجمه وبيقول له انا عيلتي اتدمرت بسببك، وبيفضل يضرب فيه بوحشيه شديده لحد ما بيقتله. بيرجع البيت وبيفتكر امه اللي قتلها المجرم. بنروح لاكاديميه الشرطه وبيكون في محاضره عن زياده معدل الجريمه، وبنعرف ان الملثم ده طالب في الاكاديميه واسمه جيونج. وبعدها بيروح لحصه الرياضه، والمدرب بيبلغ المدير انه بقى قوي جدا وبيتطور بسرعه كبيره. بيخلصوا المباراه وزميله بيهزر معاه وهو بيستحمى، وبعدها بيركبوا الباص علشان ياخدوا اجازه نهايه الاسبوع. وزميله سيو بيقول له خد بالك انا سبتك تغلبني المره دي بس. بيجي زميلهم التالت وبيقول لجونج لازم تخرج تتفسح معانا، فبيقول له ما انت عارف ما بخرجش وبنام في الاجازه. وهو في الطريق للبيت بيساعد ست عجوزه بتلم الكراتين من الشارع. بيدخل للبيت وبيشوف الاخبار، وبياخد باله من خبر الافراج عن متهم تعدى على واحد في بيته، ولما دافع عن نفسه ضربه لحد ما سبب له كسور وجروح محتاجه فتره كبيره علشان تلتئم. والمحكمه ادته براءه لانه كان سكران، والجماهير بيكونوا متضايقين من القانون اللي ما بيحميش الضعفاء. جيونج بيبحث عن تفاصيل القضيه وبيروح لبيت الضحيه، وبيكون المعتدي هناك وبيهدد مراته وابنها انهم يمشوا من المنطقه، وبيتبول عليهم. فجيونج بيضربهم وبيرميهم في الزباله. بتظهر جريمه تانية وهي دكتور بيعتدي على مريضه عنده، والدكتور ده بيكون مشهور بكده لكن مفيش اي اجراء قانوني ضده، فبيروح له وبيضربه وبيكسر ايديه علشان ما يقدرش يمارس الجراحه تاني. بنروح للصحفيه ريو اللي بتدخل لمديرها وبتقول له عندي سبق صحفي جديد. الجرائم اللي حصلت الفتره الاخيره دي في حاجه مشتركه بينهم، وهي ان كل الضحايا كانوا متهمين في جرائم قبل كده واخدوا براءه من المحكمه. بيقول لها جميل عايزه ايه يعني؟ فبتقول له في بطل غامض هو اللي نفذ الجرائم دي. بيقول لها لازم نتاكد الاول. بتقول له خلاص هروح لمكان تاني لحد ما نتاكد. فبيوافق انها تعمل برنامج عن القصه دي وبتسميها الحارس. الاجازه بتخلص وجونج بيرجع للاكاديميه، بيلعب السله وبيكون حريف. بيخلص وبيروح يتغدى مع زمايله، وبيشوف برنامج في التلفزيون بيتكلم عن الحارس وانه بيطبق العدل اللي القانون معرفش يطبقه. وبعدها بيتم عرض جريمه دهس مواطن، والسائق خرج براءه لانه ما كانش متعمد. بيدخل ينام وبيلعب في الموبايل وبيشوف تعليقات الناس اللي بتشكر الحارس. وتاني يوم المدير بيطلب منه انه يساعده في انه يدخل ملفات القضايا على السيستم. بينتهز الفرصه وبيشوف معلومات عن الجريمه اللي شافها، وبيعرف عنوان الضحيه. بيروح يشوف مراته لكن بيلاقي المعتدي بيعتذر لها انه عمل كده وانه فعلا ندمان، فبيمشي. وفي القناه مدير ريو بيقول لها هنعمل ايه الحلقه الجايه؟ بتقول له ما تقلقش في حاجه تانية اكتشفتها، كل الجرائم بتحصل في العطله الاسبوعيه. وبتعرض عليه انهم يستدرجوا الحارس ويعرضوا له القضايا اللي ما تمش الحكم فيها. وبيعرضوا قضيه من 7 سنين لمجرم اغتصب طالبه في المرحله الثانويه وتم الحكم عليه ب7 سنين بس لانه ادعى الجنون، وخرج براءه من ايام. والناس بيعملوا مظاهرات قدام بيته وبيطالبوا باعدامه. وريو ومديرها بيكونوا مستنيين ظهور الحارس علشان يعملوا السبق الاعلامي. جيونج بيتسحب في الليل وبيدخل يدور على معلومات تخص القضيه دي، لكن مديره بيقفشه فبيقول له انه كان شغال على الملفات بتاعته. والمجرم بيستنى لحد ما الدنيا بتليل وبيهرب من البيت، لكن ريو بتمشي وراه لحد ما بتوصل للمينا وبيتوه منها. والشرطه بتروح لبيته تاني يوم ومش بتلاقيه، ورئيس المباحث بيؤمر بقوه تراقب بيت الضحيه. جيونج بينزل اجازته وبيعرف اخر اخبار القضيه، وريو بتشك ان المجرم راح لبيت الضحيه فبتجري لهناك، والشرطه بيشوفوها فبيجروا وراها. وفعلا المجرم بيكون في بيت الضحيه وبيهاجم الامن المسؤول عن حراستها وبيطعنه بالسكين، وهي بتجري منه لكن بيلحقها على السلم وبيقول لها انا غلطان اني ما قتلتكيش المره اللي فاتت، انت السبب في كل ده. وبيكون هيقتلها لكن بيظهر الحارس وبينقذها وبيضربه بوكس في التاني وبيكسر له اسنانه. والمجرم بيترجاه ما يقتلهوش فبيقول له خلاص بس تكتب رساله اعتذار. ريو بتكون هتخبط واحد بيظهر لها فجاه وبيكون جيونج اللي بيعتذر لها. وبتلاقي الشرطه في كل مكان، بتطلع وبتلاقي المجرم مقتول وكاتب رساله اعتذار على الحيطه. جيونج بيرجع للاكاديميه والمدير بيبلغه هو وزميله سيو انه مطلوب علشان يساعد في التحقيق في جرائم الحارس، وبيطلب منهم يستكملوا وتخلي الملفات في غيابه. بيروح يعاين مكان الحادثه وبيقول ان الحارس ده محترف لان مفيش اي دليل وراه. بنروح لريو اللي بتقول لمديرها على الخطوه الجديده، وبيتم عرض 3 مجرمين نفذوا جريمه واخدوا براءه كالعاده لوجود ثغره في القانون. جيونج بيتسحب بالليل وبيروح المكتب
وبيعرف معلومات عن القضيه، وان المجرم ديوب قتل الام قدام اطفالها الاتنين وبعد كده قتلهم، والمحكمه برأته، وانه دايما بيقعد في النايت كلاب. بينزل اجازته وزميله بيقول له هنروح نسهر النهارده، فبيقول له انا جاي معاكم، وبيكونوا مستغربين منه. بيروحوا النايت كلاب وفي بنت بتعجب بيه وبتشده معاها وهم بيكونوا مصدومين. بيشوف ديوب وبيركز معاه، والبنت بتاخد بالها وبتقول له ما تركزش معاه قوي كده، انا معايا حاجات احسن، وبتاخده لبره وبتعرض عليه مخدرات. بيصحى تاني يوم وبيروح للاكاديميه، وزميله بيكون هيموت ويعرف عمل ايه مع البنت. وبيكمل بحث عن ديوب تاني بعد ما عرف انه تاجر مخدرات، وبيحط خطته علشان يمسكه. بينزل اجازه وبيراقبه وبيبلغ عنه الشرطه، وبيبلغه هو كمان ان الشرطه عرفت انه تاجر مخدرات. وفعلا الشرطه بتروح له النايت كلاب وهو بيهرب منهم، وبيروح للمكان اللي مخبي فيه فلوسه، لكن الحارس بيكون هناك وبياخد الفلوس وبيحرقها قدامه. وطبعا ديوب ما بيسكتش وبيحاول يضربه كتير لكن ما بيقدرش، والحارس بيضربه وبيخنقه بسلسله حديد. بيشغل له فيديو للاطفال اللي قتلهم وبيقول له اعتذر لهم. تاني يوم الشرطه بتشوف جثته، بيتم عمل مؤتمر صحفي، والمدير بيعلن ان الشرطه هتتصدى للنوع ده من الجرائم، وان الحارس ده مجرم ومفيش داعي لتعاطف الناس معاه. وفي القناه المراسلين بيحتفلوا بريو اللي زودت مشاهدات القناه، لكنها بتزعق لهم وبتقول مفيش وقت للهجس ده، عايزين نركز في شغلنا. بنرجع للشرطه تاني وبيتم تعيين قائد جديد لفريق التحقيق، والضباط بيكونوا متضايقين لان طريقته في التعامل سيئه وسمعته مش كويسه. وبيكون هو الدبابه البشريه هيون. بيروح يسال مساعد ديوب عنه وعن اخر مره اتكلموا فيها، والمساعد بيستهزأ بيه فبيعلقه من قفاه وبيهدده علشان يتكلم، لكن فعلا ما بيكونش عنده اي معلومات عن الحادثه. وهيون بيكلم مديره وبيقول له ما تقلقش، واحده واحده وهيظهر لوحده. وبعد ايام بتنتشر مجموعات في الشارع بيقلدوا الحارس وبيعاقبوا المجرمين اللي المحكمه برأتهم، والاعلام بيدين الحارس لان هو السبب في كل ده. ريو بتقرر تعرض قضيه جديده بتكون لسواق شاحنه خبط عامل توصيل وما هنش عليه حتى يقف ويساعده، لا ده كمل عليه وقتله، والمحكمه حكمت عليه بسنتين بس. وجيونج بيجمع عنه معلومات لكن زميله بيدخل عليه فبيقول له انه ما جالوش نوم فقال يقوم يشتغل. بينزل اجازه وبيروح يشوف السواق، وام المجني عليه بتكون عنده وبتتخانق معاه لانه قتل ابنها، وهو ما بيكونش عنده اي ندم على اللي حصل. بيراقبه وبيمشي وراه وبيستغل انه موجود لوحده في حمام الساونا وبيغرقه. بيرجع البيت وبيساعد الست العجوزه تاني. وتاني يوم الشرطه بتروح لمسرح الجريمه، والاعلام بيذيع خبر الجريمه، وبيعرضوا 3 مجرمين خرجوا من قضاياهم من غير ما يتلقوا العقاب المناسب، والحارس بيقتلهم وبيعمل بث مباشر بيعلن فيه انه هيستمر في اللي بيعمله طول ما القانون عاجز عن حمايه حقوق الضحايا. لكن الغريب ان جيونج بيكون في الاكاديميه وبيتابع البث وبيكون مستغرب، والمحقق بيقول ان اللي قتل المره دي مش هو الحارس لان الاسلوب مختلف. بنروح للحي بتاع جيونج وبيكون في واحد معاه عربيه غاليه وعايز يعدي، لكن العجوزه بتكون ماشيه ببطء فبيخبطها وبتموت، لكن واحد من الجيران بيدافع عنها وبيضربه، وبتيجي الشرطه وبتاخدهم هما الاثنين. وجيونج بيشوف الخبر في التلفزيون. بينزل اجازته وبيروح للمجرم اللي محجوز في المستشفى بعد ما انضرب، والشرطه بيكونوا في المكان وعاملين له كمين. بيدخل الاوضه وبيهدده انه لو ما اعترفش باللي عمله للقاضي واخد عقوبه كبيره هيرجع له ويقتله. بيخرج وهو متنكر في لبس دكتور وبيعدي جنب هيون اللي بيشك فيه، والمجرم بيقول لهم على اللي حصل، فهيون بيجري علشان يقبض عليه، لكن بيظهر الحارس المزيف وبيقتل المجرم وبيرميه من الشباك. بيهرب في عربيه الاسعاف وجيونج بيلحقه. بيقف بالعربيه وجيونج بيكون عايز يعرف هو مين، وبينزلوا ضرب في بعض، والمزيف بيقول له اسمعني بس انا عايز نشتغل مع بعض وندور على الفرايس الكبيره ونسيبنا من الشغل الصغير ده، لكن جيونج بيسيبه ويمشي. بيرجع البيت وبيكون في جروح في وشه. بيجيله رساله من المزيف بيقول له مش عايز حجه بسبب الجروح دي. وتاني يوم بنروح لشركه كانج اللي بيكون متعور في وشه هو كمان. المساعد بتاعه بيقول له المراسله ريو كانت جنب المستشفى وصورت اللي حصل، فبيقول له ظبط لي ميعاد معاها. بنروح لاخو المجرم اللي اتقتل وهو بيهزق اللي شغالين معاه لانهم ما قدروش يحموا اخوه، وبيجيله هيون وبيشيلهم من قدامه وبيقول له لو عندك اي معلومات عن اللي حصل بلغني، وبيحذره يفكر ياخد بطاره او يعمل اي اعمال شغب. كانج بيروح لمكان شغل ريو وبيسلم عليها وبيعرض عليها يبقى راعي للبرنامج بتاعها، لكنها بترفض لانها مش عايزه اي مؤثر خارجي على قراراتها. فبياخد الفلاشه اللي مصوره عليها الفيديوهات وبيقول لها هنتعاون قريب جدا. الشرطه بتحقق في الجريمه، وهيون بيشك ان الحارس ده شرطي لانه عارف طرق الشرطه كويس جدا، وبيروح علشان يقابل المدير في الاكاديميه، وبيقابل في طريقه جيونج وبيستوقفوا اللحظات. بيدخل للمدير وبيطلب منه انه يشوف صور الطلاب اللي موجودين عنده، لكنه بيرفض وبيقول له ما اقدرش اعرض اي بيانات للطلاب عندي. بيروح لمحيط المستشفى وبيطلب يراجع الكاميرات، والراجل بيقول له تاني معصبتكم شافت كاميرات الشوارع كلها. بيسيبه وبيروح لاخو القتيل وبيدغدغ رجالته. بيقول له مش انا حذرتك ما تتدخلش في القضيه. بنرجع للاكاديميه تاني والمدير بيسال كيم عن اللي حصل في وشه، بس الشرطه بتيجي وبتسال عنه. بيخرج لهم هو
هو المدير، وبيلاقي شابه بتقول لهم ايوه هو ده اللي انقذني امبارح من الشباب اللي كانوا بيعكسوني. والمدير بيكون فخور بيه، بيفكر في كلام المزيف وبيبعت له رساله بيقول له تعالى نتقابل، وهو بيفرح جدا. ريو بتبدا في بحث جديد، والمره دي عن راجل غني جدا اسمه سامدو، وبتروح لزميل ليها في جريده تانية وبتطلب مساعدته في التحقيق. بيقول لها انا في حد كلمني من يومين وعنده معلومات عنه، بس سامدو ده حيوان، اي حد بيعترض طريقه بيختفي. بنروح لسامدو اللي بيعذب 2 شهدوا ضده قبل كده في المحكمه، والراجل بيترجى يسامحه لكنه بيسيب عليهم الخنازير اللي بتاكلهم. بيروحوا للراجل اللي قال لها عليه لكنهم بيلاقوه ميت ومتعلق في السقف، وبيروحوا يبلغوا الشرطه اللي بيقفلوا المحضر على انه حادثه انتحار. البنت اللي انقذت هيون بتقابله لما بينزل اجازه يمشي معاها، لكنه بيقابل هيون وبيعرفه بنفسه وبيقول له عايز اديك نصيحه، ركز في مستقبلك ما تضيعش حياتك بسهوله. وكانج بيكون شايفهم وهم بيتكلموا. جيونج بيرجع للبنت وبيسالها عن اللي طلب منها تعمل معاه كده، فبتقول له انها ما تعرفش وان الاوردر جالها عن طريق النت. كانج بيتصل بيه وبيقول له خد بالك هيون ده خطر عليك وده مساعد رجال الدوله الفاسدين، لكن جيونج بيقول له انا عايزك تهكر موبايله زي ما هكرت موبايلي وبعدها نتقابل. وكانج بيكون منبهر انه عرف ان موبايله متهكر. بنروح لريو تاني اللي بتروح لمكان تابع لسامدو، وبتلاقيها مقطوره فيها اجهزه لتعدين العملات الرقميه، وده طبعا مخالف للقانون. بتصور كل حاجه بتحصل، لكن بيدخل عليها المسؤول عن الحراسه بيجري وراها وبيمسكها، لكن زميلها بينقذها، بس الراجل بيطعنه عده مرات وبيموت، وهي بتهرب وبتبلغ الشرطه اللي بيجوا ومش بيلاقوا اي حاجه في المكان. مدير هيون بيكلمه وبيقول له انت تاخرت في القبض على الحارس، فبيقول له عندي ادله جديده بس اديني شويه وقت. والمدير بيقول له مش عايز افكرك ان حركه الترقيات قربت وانا مستني منصب جديد. كانج بيبعت لجيونج انه نسخ تليفون هيون وبيروح يشوفه، وفي نفس الوقت بيتم عرض جريمه القتل اللي الشرطه اعتبرتها انتحار. والمذيع بيقول ان القتيل كان بيهدد سامدو انه هيفضح الشرطي المسؤول عن حمايته والملقب بايوم، وكمان بيتم عرض الفيديو اللي صورته ريو. جيونج بيبحث في موبايل هيون عن اسم ايوم وبيعرف ان هو رئيس جهاز الشرطه، ورئيس القناه بيطرد ريو بعد الحلقه اللي عرضتها. وسامدو بيكلم اللي قتل الصحفي علشان يخلصوا من ريو، وبيتم خطفها في عربيه، لكن هيون بيتدخل وبيضرب الخاطف كف بيغمى عليه، وبتساله هو عارف ازاي، فبيقول لها انا كنت جاي علشان اقولك ما تديش فرايز جديده للحارس والا هتتعرضي للسجن. وبياخد الخاطف في عربيته وبيساله عن اللي امره يعمل كده، وبعد شويه ضرب بيقول له ان بانج هو اللي طلب كده، وان الرئيس سامدو بيكلف بانج ده باي مهمه هو محتاجها، وبياخده للمخزن اللي بيستخبوا فيه. بيروحوا بيلاقي مجموعه كبيره من الرجاله بينزل ضرب فيهم يمين وشمال وفوق وتحت وفين يوجعك، بيخلص عليهم كلهم وبيبلغ الشرطه اللي بتلاقي عدد كبير من الجثث، وبيتم الاعلان عن عثور الشرطه على مخزن تابع للحارس وفي عدد كبير من ضحاياه وعن قبضهم عليه، ومديره بيهزقه انه عمل كده من غير ما يعرفه، وسامدو بيكون مستغرب من اللي حصل. الحارس بيقوم بمهمه جديده وبيقتل واحد متهم ب3 قضايا اغتصاب قبل كده، وبكده بيرد على الشرطه اللي اعلنوا انهم قبضوا عليه، لكن وهو راجع هيون بيطارده وبيناديه باسمه الحقيقي جيونج، فبيوقف له وبيقول له انا عملت كده علشان اصحح القانون، لكن هيون بيقول له انت كده هتكون خارج السيطره وهتكون مجرم زيهم، وبيضربه. وجيونج بيحاول يرد عليه لكنه بيكون دبابه وما بيقدرش عليه وبيصاب بجروح خطيره، لكن هيون بيسيبه وبيروح لمديره اللي بيقول له سلم ملف القضيه دي وملكش اي علاقه بيها بعد كده. وكانج بيودي جيونج للمستشفى وبيتصور معاه وهو مغمى عليه، وبيجهز مكتب جديد لريو علشان تستكمل فيه شغلها. وبتبدا اول بث ليها بتعرف الناس بنفسها وبتقول لهم انا لو مت هتكون جريمه قتل وما تصدقوش حد لو قال لكم انتحار. القائد الجديد بيستلم القضيه وبيبلغ الفريق القديم انه حلهم كلهم وبيبلغهم يرجعوا لوحداتهم الاصليه. وجيونج بيجمع معلومات عن سامدو وبيوصل لموظف عنده ليه علاقه بتحويل الفلوس، بيهاجمه وبياخد منه الفلاشه لكن بيظهر له المزيف فبيجري وراه، بيقف وبيقول له مش هنشتغل مع بعض بقى، انا ساعدتك كتير وعملت اللي انت طلبته مني. بيقول له اقلع القناع علشان اتاكد انك مش بتلعب بيا، بيشيل القناع وبيقول له احنا كده هنشتغل مع بعض، وبيتناقشوا في الخطوه الجديده ضد سامدو. القائد الجديد نام، بيروح لمدير الاكاديميه وبيعرفه انه تولى امر القضيه، وبيقول له انا عرفت ان هيون زارك هنا قبل كده، هل كان عايز يشوف صور الطلاب اللي عندك؟ بيقول له اه، فبيشكره وبيمشي. وهو خارج بيقابل جيونج اللي بعدها بيومين بيروح يهاجم القس اللي بيكون شريك لسامدو في العملات المشفره، وبيضربه وبيقول له انت قتلت الالاف بسبب فسادك وتجارتك للمخدرات، وبيقتله. وسامدو بيطلب من ايوم ان يسيبه لمده 5 ايام وما يتدخلش في اللي هيعمله مهما حصل، وهو هيخلص على الحارس. هيون بيقدر يوصل لمكان بانج لكن ما بيلاقيش حد، وبيلاقي صوره ريو بيجري علشان يلحقها، وهي بتكون عامله بث مباشر بتتكلم فيه عن سامدو وعلاقته بالقس اللي اتقتل، وبتكون هتكشف ملفات تجاره العملات الرقميه، لكن بينقطع البث. وبيكون هيون اللي بيحذرها من اللي بتعمله، بيقول لها انت في خطر، لكنها بتقول له خليك في حالك. بيركب عربيته وبانج
بيهاجمه بينزل من العربية، مساعد بنج بيكون موجود والاتنين بيهاجموه وبتحصل بينهم معركة كبيرة وضرب هنا وهناك وفي كل مكان، وبنج بيقدر يطعن هيون عدة مرات لحد ما بيوصل للحارس وبنج بيهرب. بيتم نقل هيون للمستشفى وبيكون في حالة حرجة جدا. كانج بيتصل بهيون بعد ما شاف الأخبار بيقول له ايه اللي انت عملته ده، كان المفروض تسيبه يموت لأنه هيعترض طريقنا، لكن جيونج بيقول له ليه يقف ضدنا لما ممكن نضمه لصفنا. سامدو بيكلم بنج وبيهزقه انه ما قدرش يتخلص من هيون، وبنج بيقول له انت ازاي تتكلم معايا بالطريقة دي، انت عايز تموت؟ من دلوقتي هعمل اللي انا شايفه بطريقتي، خاف على نفسك بقى. الحارس بيهاجم موقع تابع لسامدو بيتم فيه تجميع العملات الرقمية وبيحرقه وبيكتب رسالة انه هيتبرع بالعملات دي للفقراء، والاعلام بيصور مع ناس كتير استلموا تبرعات من شخص مجهول. وسامدو بيتنرفز جدا وبيروح لقيوم البيت وبيقول له انا عارف رؤسائك وعارف كل الناس الكبار وهخرب الدنيا علينا كلنا لو فكرتوا تتخلوا عني، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. بيظهر بنج تاني وبيقتل مدير الدار الايتام اللي استلمت مبلغ من التبرعات، وجيونج بيشيط وبيكلم كانج وبيقول له لازم نخلص من المجموعه دي، وبيطلب منه ياخد باله من ريو لان كده الدور عليها. وفعلا بيكون في مجموعه متجهه ليها لكنها بتكون زرع كاميرات في كل مكان وبتعرض كل اللي بيحصل في المكتب، وبيوصل كانج وبيخلصها منهم وهي بتتصدم لما بتشوفه. وطبعا الشرطه بتوصل متاخر وبياخدوا ريو يحققوا معاها وبتقول لهم انها ما تعرفش اي حاجه وان في مجموعه هاجمتها وان شاب عادي شاف البث وانقذها منهم وهرب. بترجع البيت وبتسترخي وبتفتكر كلام كانج اللي عرفها انه مش هو الحارس وانه بيساعده بس، لكن النور بيتقطع وبتتخطف. بنرجع للاكاديميه والقائد نام بيطلب انه يحقق مع جيونج وبيساله كنت فين امبارح وقت تعرض المراسله ريو للهجوم، لكن المدير بيرفض انه يستجوب حد من الطلاب. نام بيخرج وبيقول لمساعده ان هو ده الحارس لان اللي باع العملات الرقميه باعها من تليفون كان شغال في الاكاديميه، وبيروح يزور هيون وبيقول له اسمح لي اصحح الجزء اللي انت اخطأت فيه يا صديقي، وبيمشي لكن هيون بيكون فايق وبيسمعه. جيونج بينزل اجازه والقائد نام بيجيب تصريح بتفتيش الاكاديميه وبيفتش كل جزء فيها، واصحاب جيونج بيبلغوه باللي بيحصل وهو بيكون سعيد لانه بيكون حاطط التليفون اللي باع منه العملات في مكتب ايوم، وبكده الجريمه هتلبسه هو. وايوم بيدخل عليهم وبيزعق لكن نام بيكون ظابط شريف وبيقول له ممكن تزعق قدام القاضي، لكن للاسف وهو في عربيته بيعمل حادثه ضخمه بفعل ايوم وبيموت. هيون بيستعيد صحته وبيعرف بخبر موت نام وبيقابل جيونج وبيقول له كل اللي حصل ده بسببك وانت هيكون عليك الدور وهتموت انت كمان، لكن جيونج بيكون مصر على رايه وان القانون مش هيعاقب الناس دي ولازم هم اللي يعاقبوهم. وبنروح لريو اللي بتكون مخطوفه من بنج وبيخلع ضوافرها علشان تعترف له مين الحارس، لكنها بتقول له صدقني انا نفسي اعرف هو مين، وهو بيكون منبهر بقدرتها على التحمل. كانج بيعرف ان ريو اتخطفت وبيبلغ جيونج اللي بيقول له ما ده كان شيء متوقع، وبعدها بيروح لشركه تابعه لسامدو وبيضرب كل الموظفين وبيبعت له رساله من خلال موظف عنده انه هيرجع له محفظه العملات الرقميه في مقابل ريو، لكن هو اصلا ما بيكونش ليه علاقه بخطفها. فبيكلم بنج وبيتفق معاه انه يرجع ريو مقابل 5 اضعاف المبلغ اللي هيدفعه يوم، وكمان الحارس هيكون موجود فيقدر يخلص عليه، وبيطلب من المساعد بتاعه انه يجمع اي حد شغال عنده. جيونج بيقابل كانج وبيتفقوا هيعملوا ايه، وهو ماشي بيقابل زميله اللي بيقول له فاضل وقت قليل ونتخرج وانت بقالك فتره مش ملتزم، يا ريت ترجع زي الاول ولسه الوقت ما فاتش. بتبدا عمليه التسليم وسامدو بيكون معاه جيش من الرجاله بينتشروا في كل مكان وبيراقبوا كل الكاميرات، لكن كانج بيكون اذكى منه لانه اختار مكان حفله كل اللي فيها لابسين لبس الحارس وبيتدفقوا من كل مكان. بنج بيوصل وبيبعت المساعد بتاعه مع ريو والكل بيدخل للحفله، وبنج وسامدو بيراقبوا الوضع من المدرجات. بيظهر جيونج وبيخطف ريو وبيهرب بيها. سامدو بيكون هيجري وراه لكن بيظهر كانج وبيشتتهم وبيجري وراه هو، لكن بنج مش بيتخدع وبيجري ورا جيونج اللي بيدي موبايله لريو علشان تبدا تبث اللي بيحصل، وهيون بيشوف البث وبيتحرك علشان يروح لهم. بيبدا بنج وجيونج في معركتهم وبيوصل لهم كانج ورجاله سامدو اللي بيجروا وراه، وبتحصل مجزره وضرب في كل مكان وبيعرف بيها ايوم. بتوصل الدبابه البشريه وبيفرتك اللي بيقابله. سامدو بيصطاد جيونج في الاتوبيس وبيكون معاه سكينه وهيقتله بيها، لكن بيظهر صاحب جيونج سيو بياخد الطعنه مكانه. بتوصل الشرطه بقياده ايوم وسامدو بيهرب لكن الكل بيجري وراه علشان يمسكه، وبيتجمع سامدو وبنج وجيونج وهيون في مكان واحد عباره عن خزان ميه. بيدخل بعدهم ايوم وبيقول جميل كده هتخلص منكم كلكم هنا، وبيقتل سامدو لكن الباقي بيجروا فبيفتح عليهم مضخات الميه. جيونج بيقدر يخرج من الميه وبيضرب فيه بغل وبيكون هيقتله، لكن هيون بيخرج هو كمان وبيقول له كفايه كده احنا هنقبض عليه ونسلمه، بس بيخرج بنج وبيقول ماليش دعوه بكل ده انا عايز اقتلك، وبيهاجم جيونج وهيون لكن ايوم بيستغل الفرصه وبياخد المسدس وبيضرب بنج وهيون، فهيون بيمسكه وبيشلفط وشه وبيقتله، وبنج بيقوم علشان يكمل ضرب.
جونج بيقول له انا اتخنقت منك تعالى بقى، وبيقتله. بتخلص القصه وريو بتدلي بشهادتها اللي بتقول فيها ان الطالب سيول اللي مات هو الحارس، ومساعد كانج بيبلغه انه اتخلص من كل الكاميرات في محيط الحادثه وان كل حاجه مظبوطه، والاعلام بيذيع ان ايوب مات وهو بيحارب ضد منظمه سامدو الاجراميه وانه بطل وطني. جونج بيتخرج وبيحلف القسم انه هيحافظ على القانون، لكن مديره بيكون شاكك فيه. وبكده يكون خلص مسلسلنا. اتمنى يكون عجبكم ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم، وشكرا.